المغرب كله لاعب. أنا بغينا المغرب كله صحيح، المغرب كله متعلم، المغرب كله ساكن. العهد ديال الوحدة القسرية انتهى. راه ما يمكنش ينجح الحكم الذاتي إلا ما تغيرتش الإرادة. هذاك الشيء اللي شفنا ديال المهداوي، هذاك واحد الصورة جد 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 مصغرة على النتائج ديال التحكم. راه ما غتكون فشل في منتصف الطريق، ربما توقف. فإلا كانت شي حاجة طرات في آسفه هي أن عرات لنا هذه المشاكل الكبيرة ديال التهميش وديال الفساد. ما أحوجنا إلى نقاش عمومي بدون خطوط حمراء، ولكن كنترحموا عليهم، لأن كتقول ودي راه كيف ما كان الحال. واحد السيد قال في واحد اللحظة لا، في الدستور ديال 2011 شنو واش لغينا حيد فصل 19؟ ما حيدناش. المسألة ماشي في الأسماء، لأن أحيانا كنديروا ديك الكلمات الكبيرة التي تتحول في الواقع إلى كبائر. هناك من يطالب بالانفصال، ما دام يطالب ولكن بشكل سلمي وبشكل كذا. شنو الحل؟ هو تقمعوا دخلوا للحبس، هذا هو الحل. دابا كاين الحديث على تحيين الحكم الذاتي وكذا، ولكن لا أحد يعرف أنا هذا الشيء. أنا كاين ملفات كترتبط مثلا بجماعة عدل والإحسان، يعني جماعة سلمية والتضييق عليها وتشميع البيوت. الله تعالى ساترنا. مرحبا بكم مشاهدي ومتتبعي بودكاست الباب في هذه الحلقة الجديدة التي سنستضيف فيها علما في الفقه القانوني والدستوري أنتج من المؤلفات والدراسات شيء الكثير والمهم، له مواقف علمية وأكاديمية في قضايا وطنية عديدة، له إضاءات مهمة كثيرة. والحديث هنا حول الدكتور محمد باسك منار. الدكتور محمد باسك منار هو أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، كذلك هو باحث رئيس في المركز المغربي للأبحاث ودراسات السياسات، عضو مؤسس لمختبر الأبحاث القانونية والتحليل. لديه مجموعة من الدراسات والكتب أبرزها الانتخابات في المغرب، ثبات الوظائف وتغير في السمات، المشهد السياسي المغربي، دراسة في سياقات ومآلات ما بعد دستور 2011. مرحبا بكم أستاذي. شكرا. مرحبا، بارك الله فيك أستاذ عثمان، سعيد بالحضور معك. شكرا لك. هذه مناسبة طيبة أن ألتقي بكم. أنا مناسبة طيبة بالنسبة لي أن ألتقي بك وأن أتعرف عليك، وأتمنى لك التوفيق في مسيرتك المهنية والإعلامية. شكرا جزيلا. أستاذي، يعني بخصوص أول ملف سندرسه اليوم نتدارسه ويكون هو الملف الأساسي في هذه الحلقة، هو الملف المرتبط بقضية الصحراء. نعم. شهد هذا الملف مجموعة من الفصول العديدة، آخرها قرار مجلس الأمن 27-97، ولكن هذا القرار الذي هو قرار مهم، قرار مفصلي، قرار له ما له بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، إلا أننا نحتاج إلى نوع من أنواع الهدوء في التعامل مع هذا الملف، على الأقل من أجل نفهمه قانونيا، تاريخيا، سياسيا. كيفاش كتشوفوا هذا نعم. شكرا لك. فعلا سؤال مهم، وهذه الإشارة للهدوء مهمة جدا، لأن في كثير من الأحيان بعض القضايا لمقاربتها وخاص يكون واحد النقاش، ونقاش هادئ، يعني بعيدا عن الجيش العاطفي وعن الكلام العام، خاص يكون واحد النقاش هادئ. أنا كنظن بأن القرار الأخير ديال مجلس الأمن هو قرار مهم، يعني في قضية الصحراء، يعني قرار مهم. وهذا القرار طبعا يعني هو ما جاش غير هكذاك، بمعنى كانت واحد العديد ديال الأمور اللي مهدت لهذا القرار. صحيح. لأن كنعرفوا بأن المشكل ديال الصحراء أساسا هو مرتبط بالاستعمار وبتصفية الاستعمار. كنعرفوا بأن إسبانيا احتلت أقاليم يعني صحراوية منذ 1844 إلى سنة 1975، ناهيك على أن بعض الأقاليم أخرى كانت محتلة قبل، مثلا كمليليا، كمثلا جزر الحسيمة، حد العدد ديال المناطق كانت قبل. ولكن منذ 1844 يعني تم احتلال واحد المجموعة ديال المدن. في تصفية الاستعمار ظهر المشكل وتأكد المشكل ديال الصحراء، لأن باش ما نرجعوا شيء اللور بزاف، ننطلقوا غير من سنة 1960. 1960 السفير الإسباني بالأمم المتحدة يعني قدم واحد التصريح بأن إسبانيا ستقدم لدى الأمم المتحدة يعني الأقاليم التي تعتبرها غير متمتعة بالحكم الذاتي. وبالفعل في 1963 إسبانيا تقدمت الأمم المتحدة بالأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، منها ما كان يسمى آنذاك الصحراء
الإسبانية. نعم. يعني قبل تسمية الصحراء الغربية كانت تسمى الصحراء الإسبانية. ومنذ ذلك الحين بدأت المطالبة ديال المغرب، وجاء واحد القرار اللي مهم جدا في 1965 من جمعية ديال الأمم المتحدة اللي تيطالب إسبانيا يعني بتحرير سيدي إفني والصحراء الإسبانية بين مزدوجتين. كانت الاستجابة، ولكن الاستجابة كانت استجابة ناقصة، لأن في 1968 فعلا تم إرجاع سيدي إفني، ولكن تم الإبقاء على ما كان يسمى آنذاك الصحراء الإسبانية، بحجة أنه لا توجد، هنا كان المشكل هنا برز بشكل كبير، أنه لا توجد علاقة سيادة يعني بين الصحراء الإسبانية بين مزدوجتين وبين الدولة المغربية. يعني هنا هذا كان هنا، ثم بقينا غادي مستمرين. كانت كيف ما كتعرف واحد المجموعة ديال الأحداث، يعني حرب الرمال، تأسيس جبهة البوليساريو، ذاك القرار اللي كان في 1975 ديال أكتوبر 1975 ديال محكمة العدل، رأي استشاري ماشي قرار، ديال محكمة العدل الدولية اللي كان فيه في حقيقة شقين، شق إيجابي لصالح المغرب وكان شق سلبي. الشق الإيجابي هو أنه تيقول بأنه كان للأقاليم الصحراوية علاقة ديال الولاء مع سلاطين المغرب، هذا إلى حد ما إيجابي. ولكن الشق الآخر هو تيقول بأن ليست هناك سيادة قانونية من المغرب على الأقاليم الصحراوية. وهنا من ثم بدا النزاع حول الصحراء، حتى جينا يعني كان النزاع اللي تبعناه، يعني كان النزاع اللي كان فيه مد وجزر يعني واحد المدة حتى 1990 1991. يعني حدثت متغيرات دولية، بمعنى أن ما بقيناش النظام الدولي القائم على قطبين، ولينا في قطب واحد، ولا واحد نفس جديد وواحد المناخ دولي جديد ساعد على أنه في 1991 كان وقف يعني ديال إطلاق النار، وبدأ واحد المسار ديال التسوية، وكانت البعثة ديال المينيورسو اللي هي بعثة من أجل تنظيم الاستفتاء يعني في الموضوع ديال الصحراء. ولكن هذا الأمر ديال التسوية ما استمرش طويل، معناه ما استمرش طويل، لأن في 97 بدات كتظهر المشاكل، وبدا كيبان بأنه من الصعب يعني الموضوع ديال الاستفتاء، لأن كانت طرح استفتاء في 1961. فكان مشكل، لأنه تقدمت واحد العديد ديال الطعون، كان مشكل ديال الهوية، كان تقريبا أكثر من 100,000 طعن، كان مشكل ديال الهوية، شكون من سيشارك في الاستفتاء. فكان تعثر لدرجة أننا تقريبا يمكن نقولوا بأنه في عام 2000 هذا الموضوع ديال الاستفتاء ربما صافي يعني، وحتى في الأمم المتحدة يعني بدأ يظهر بأن خص البحث على حل يعني. وفي هذا السياق كانت الخطة ديال التسوية ديال بيكر ديال 2001 وديال 2003 بخصوص يعني في هذا التطور، هذا التطور التاريخي، سواء الرأي الاستشاري أو بيكر 1 وبيكر 2. نعم. واش كتشوفوا أسري كريم أنها كانت واحد المحطة ديال انتقال النظرة ديال المغرب الملف الصحراء؟ مثلا أن في الرأي الاستشاري كانت أغلب الوثائق المقدمة كانت وثائق تاريخية، نعم، قائمة أساسا على مفهوم البيعة. نعم. والمجتمع الدولي عنده أرضية معينة نعم. يتعاملوا معها، قائمة أساسا على السيادة نعم. صحيح. وأعراف معينة. صحيح. تختلف على مفهوم البيعة. صحيح. واش هذا المسار كرس بالنسبة للمغرب ضرورة تغيير النظرة ديالو، المقاربة اللي يقدر يعالج بها هذا الملف، أنه أصبحت هي الأرضية التي يبنى عليها التفاوض أو يبنى عليها أي نقاش يمكن البناء عليه انطلاقا أو من أجل حل إعطاء حلول مرتبطة بقضية الصحراء؟ عندكم أكثر من خرجة أشرتم أن هذا المفهوم، مفهوم الحكم الذاتي، هو مفهوم مرن. نعم. مفهوم يعني المرونة بالحكم الذاتي، واش هي ميزة؟ نعم. هو يمكن نقولوا بأن المغرب نعم كان عنده تقديم وثائق تاريخية وتقديم يعني خرائط، وكان الكثير من الخرائط هي مأخوذة يعني من مؤرخين وجغرافيين إسبان وفرنسيين، مجموعة من الوثائق. إلى رجعنا لواحد الوثيقة، الكتاب الأبيض حول الصحراء اللي داروا المعهد الملكي، هو جاب ثم كان يعني تكلم على واحد المجموعة ديال الوثائق. ولكن يمكن نقولوا بأن المغرب يعني تقريبا منذ 1991 هو دائما كاين هذه المسألة ديال التشبث بالشرعية الدولية، وكان التشبث بها أكثر مع الخطة ديال بيكر الأولى ديال 2001
لان هذيك الخطه هي كانت في صالح المغرب، لان قبلها المغرب ورفضتها البوليساريو. علاش قبلها المغرب؟ لانه العرض اللي كان انذاك هو انه غيكون واحد الحكم ذاتي موسع في الاقاليم الصحراويه، وغيكون الاستفتاء، والاستفتاء غيكون على اساس واحد هو الحكم الذاتي. فهذه قبلها المغرب، ولكن البوليساريو رفضها. جات الخطه الثانيه، ولكن كان العكس. الخطه الثانيه يعني قبلها البوليساريو، ولكن المغرب رفضها، لان الخطه التاليه كان فيها الاستفتاء على ثلاثه ديال الاختيارات: يا اما الاندماج، يا اما الانفصال، يا اما الحكم الذاتي. فالمغرب بطبيعه الحال رفض. ولكن يمكن نقولوا بانه منذ 2004 بدا واحد التغيير في اللهجه ديال الامم المتحده بخصوص مساله الصحراء. وبدينا كنلقاو في مجموعه من القرارات هذا الحديث على قرار بحال مثلا واحد القرار في 2018، يعني قرار واقعي عملي، يعني حل سياسي واقعي عملي دائم. وبدينا كنلقاو في مجموعه من القرارات التاكيد على هذه المساله ديال واحد الحل متوافق عليه وتفاوض وكذا. وهذا داكشي اللي طرا من بعد 2004 هو اللي ساعد المغرب على المبادره ديال الحكم الذاتي في 2007، اللي تعتبرت انذاك بانها مبادره جديه، وانطلقت مباشره من بعد منها واحد المفاوضات في مانهاست. ولكن هذه المفاوضات ما مشاتش بعيد، بحيث ان واحد المده وتوقفت هذه المفاوضات. بل اكثر من ذلك رجع التوتر بين المغرب وبين البوليساريو، خاصه يعني زدنا قدام يعني في ذاك المشكل ديال الكركارات اللي كان في 2016، واللي تفاقم اكثر يعني 2019 2020. وكان نذكروا هنايا التدخل ديال المغرب يعني في ازاله الحواجز، واللي نتج عليها انه البوليساريو قالت بانها تنسحب يعني من اتفاقيه ديال وقف اطلاق النار. ولكن يعني في حلول 2020 يعني بالاضافه للتفاعلات الداخليه للموضوع، يعني حتى المناخ الدولي كان يعرف يعني تحولا وتغييرا لصالح المغرب. انا كنتذكر في هذا السياق ابراهيم غالي ديال جبهه البوليساريو في 2019 كان عنده واحد الحوار في قناه الحره، وقال بالحرف، قال بانه الذي يلاحظ بان بعض اعضاء من مجلس الامن اللي المفروض فيهم يكونوا هما يساهموا في الحل اصبحوا يعني جزء في المشكل. علاش؟ لانه المس انه كاين واحد الميول تجاه المغرب واتجاه واحد حل اخر. فاذا هذا كان هو التطور يعني اللي عرفته القضيه. حتى كان من النقاط اللي مهمه اللي ساعدت عود يعني في ظل هذه الهيمنه ديال امريكا والهيمنه ديال ترامب، ان الاعتراف او الاقرار ديال ترامب يعني بسياده المغرب على الصحراء في دجنبر 2020. هذا جعل من بعد واحد المجموعه من الدول هي الاخرى انها تتبع نفس النهج ديال ترامب وتعترف بسياده المغرب على الصحراء، وتدعم الفكره ديال او المبادره ديال الحل الذاتي ديال الحكم الذاتي. فلاحظنا مثلا فرنسا، اسبانيا، هولندا، بريطانيا، يعني مجموعه من الدول. وفي هذا السياق جاء القرار الاخير ديال مجلس الامن. استاذ، يعني انطلاقا من هذه نقطه الحكم الذاتي او مشكله بحد ذاتها، وشنو كتقصدوا بكلمه مرونه الحكم الذاتي؟ نعم، كان قصد بكلمه الحكم الذاتي يعني مفهوم مرن، ان تطبيقات الحكم الذاتي يعني هناك تجارب مختلفه، يعني تجارب مختلفه ومتنوعه بحسب السياقات وكذا. لان كاين اللي مثلا كاين دول اللي قررت الحكم الذاتي انطلاقا من الضغط الدولي، كاين دول اللي قررت الحكم الذاتي انطلاقا من تصفيه الاستعمار، كاين دول اللي قررت الحكم الذاتي انطلاقا من اختيارات في بناء الدوله وفي بناء نظام الحكم. مثلا الى مشينا لاسبانيا، رغم انه كاين ملاحظات، ولكن الى مشينا لاسبانيا ان كنلقاو بان الاختيار ديال ديك اللامركزيه السياسيه الواسعه في اسبانيا هي جات في اطار الانتقال الديمقراطي، لدرجه ان اسبانيا
الدستور الإسباني لا ينص على أنها دولة فيدرالية، ولكن هي في الحقيقة إسبانيا تبقى دولة مركبة، ويمكن نقولوا عنها أنها دولة شبه فيدرالية، لأنها كتكون كيسميوها البعض دولة المجتمعات المحلية. نفس الأمر يعني في البرتغال، نفس الأمر في البرتغال يعني بعد 1974 الدستور كان أقر الحكم الذاتي في مجموعة من المناطق، مثلا منطقة ميديارا، منطقة أزور، هذه أعطاها الحكم الذاتي. إذن كان هذا اختيار، هذا اختيار. فبالتالي يعني هذا الحكم الذاتي وليد ذكر، يعني كانت تجارب حتى في القرن التاسع عشر فيها الحكم الذاتي، ولكن كتبقى واحد التجربة هي اللي كان حولها كتابات كثيرة، يعني كثيرة. هي جزيرة لاروند في فنلندا 1921. هذه كتعتبر تجربة ناجحة في الحكم الذاتي. و غادي تكثر الموجة ديال الحكم الذاتي في أوروبا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، لأن بعد الحرب العالمية الثانية بدأ التراجع، يعني زدنا شوية، بدأ التراجع ديال مفهوم الدولة القومية، وبانت هناك قوميات وهناك أقليات، وكان الحل اللي تقدم في أوروبا بالأخص هو الحل ديال الحكم الذاتي. لذلك واحد المجموعة ديال الدول تعرف الحكم الذاتي، مثلا إيطاليا إقليم تيرول من 1948، مثلا الدنمارك غرينلاند، وقبل منها فاراو، واحد المنطقة سميتها فاراو، مثلا واحد المجموعة ديال الدول يعني أخذت بالحكم الذاتي، لأن كما قلت كان واحد الوقت الانطلاق من الدولة القومية، يعني وان ناشن وان ستيت. يعني هذا الأمر عرف تراجع، لدرجة أن الآن يعني العديد من الدول الأوروبية فيها العديد من الأقليات، وكان المشكل الحل ديال الحكم الذاتي فعلا حل واحد المجموعة ديال الدول. بل كاين هناك تجارب اللي متقدمة، يعني بحال مثلا في الصين. انت ربما كتبحث في الموضوع ديال الصين كاين عندهم واحد سميتو الهونغ كونغ. نعم، الهونغ كونغ. وكاين واحد الإقليم آخر، إقليم ماكاو. وشنو تيقولوا تو سيستمز وان كانتري، وان ستريت ولا وان كانتري، بمعنى أنه دولة واحدة، ولكن نعم، ولكن أنظمة تقدر تكون مختلفة. في بريطانيا تجربة أخرى، يعني في بريطانيا ملي كنشوفوا مثلا اسكتلندا وإيرلندا الشمالية والويلز، هذو كلهم عندهم حكم ذاتي، وكاين واحد المرونة، بحيث مثلا إلا مشينا لبريطانيا يعني الاختصاصات مثلا اللي كاينه في اسكتلندا والصلاحيات اللي معطيه لاسكتلندا ماشي هي الصلاحيات اللي معطيه لايرلندا الشماليه. يعني اسكتلندا اكثر وسلطات اوسع. علاش؟ لان كاين واحد السياق معين. في كندا واخا هي كندا دوله فيدراليه، ولكن فيها الحكم الذاتي، يعني فيها مثلا الكيبيك، وكاين كاين واحد الاقليم اخر اللي خدا الحكم الذاتي في 1999 تقريبا، 1999. اذا كاينه تجارب مختلفه، لان مفهوم الحكم الذاتي هو واحد المفهوم يقع بين امرين، يقع بين اللامركزيه الاداريه، هو فوق منها، نعم، ولكن عاود هو دون الدوله الفيدراليه، هو دون الدوله الفيدراليه، هو فوق اللامركزيه الاداريه. لان في اللامركزيه الاداريه نعم كتكون انتخابات محليه، كتكون مصالح محليه، كتكون سلطات محليه الى اخره، ولكن داكشي كله كيكون خاضع لوصايه السلطات المركزيه، وكتكون واحد العلاقه بالسلطات المركزيه، وديك الاختصاصات كتكون فقط من يعني انطلاقا من القانون وكذا. في الدوله الفيدراليه شيء اخر. الدولة الفيدرالية أنه كتكون سلطات وصلاحيات سياسية مهمة جدا، لأن في اللامركزية كنبقاو في إطار ما يسمى بالدولة ليتا سامبل، الدولة البسيطة. ولكن في الفيدرالية لا، الفيدرالية كنوليو في ليتا كومبوزي، بمعنى دولة مركبة تتكون من ولايات أو أقاليم أو كانطونات أو كذا. ولكن اللي مهم جدا أن عكس الدولة البسيطة، بمعنى أن عندنا في الدولة الفيدرالية عندنا سلطات اتحادية على مستوى الدولة كاملة، ولكن كل ولاية فيها أيضا سلطات. كنلقاو مثلا كاين البرلمان ديال الدولة الاتحادية بشكل عام، ولكن كل ولاية عندها برلمان ديالها. كاين حكومة اتحادية ديال الدولة بشكل عام، ولكن كل ولاية عندها
حكومه، كاين قضاء ديال وكاين وهكذا. في الدوله البسيطه ما كنلقاوش هادشي في اطار اللامركزيه. الحكم الذاتي جا كما قلت هو فوق اللامركزيه دون الدوله الفيدراليه، فوق اللامركزيه لان فعلا في الحكم الذاتي اهم ما يميزه انك تكون واحد الاختصاصات وصلاحيات مهمه جدا على الصعيد القانوني، على الصعيد المؤسسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي. لانك يعترفوا تيقولوا بان هذيك المنطقه اللي عندها الحكم الذاتي عندها واحد الخصوصيه هوياتيه معينه، عندها واحد الطابع معين، وبالتالي ينبغي للسكان المحليين ان يديروا انفسهم بانفسهم وان يحكموا انفسهم بانفسهم. فبالتالي ما اشنو كيبقى للدوله في اطار الحكم الذاتي؟ كتبقى الامور ديال السياده، مثلا العلاقات الخارجيه، الجيش الى اخره. ولكن هذا كيجعل الحكم الذاتي فوق اللامركزيه، ولكن هو اقل من الفيدراليه. علاش؟ لان في الفيدراليه الامر ما كيرتبط في اقليم واحد او اقليمين. يعني في الفيدراليه كتكون مجموعه من، الا مشينا مثلا دابا لالمانيا غتلقى مجموعه ديال الجهات، يعني تقريبا اختصاصات كتقدر احيانا تفاوت ولكن عندها نظام قانوني تقريبا واحد. الا مشينا مثلا الصعيد الافريقي نيجيريا، او الا مشينا مثلا سويسرا اللي تقررت فيها الدوله الفيدراليه منذ 1993، الا مشينا الدول الفيدراليه غتلقى يعني الامر ما كيرتبطش باقليم او اقليمين او كذا، وانما كيكون هذاك كيكون شكل ديال الدوله، وفي الغالب تيكون معلن عليه دستوريا، لأنك تعرف في البداية ديال الدستور من الأمور اللي كتحدد طبيعة نظام الحكم وطبيعة شكل الدولة. تنظن وقيلا قربت شوية الصورة. لا قربت فيها، وهذا كيخليني نسول سؤال آخر اللي مرتبط اللي غنبنيه على فكرة مرونة الحكم الذاتي اللي أصلت عليها بشكل متميز أستاذ الكريم. وهي هناك واحد النقاش حاليا في المغرب كيقول أن فكرة الحكم الذاتي اللي يجب أن نتبناه هنا في المغرب عليها أن تكون وليدة التجربة المغربية، انطلاقا مما تم إنتاجه من الجهوية المتقدمة وتطويرها لإعطاء واحد التجربة ديال الحكم الذاتي. وهناك تصور آخر كيقول أن بحكم أن حتى المغرب، يعني كما أشرتم أنه هناك دولة بسيطة، أن المغرب تبنى الدولة البسيطة انطلاقا من محاكاته لتجارب أخرى. نعم. هي التي أعطت للمغرب نموذج ديال الدولة البسيطة. نعم. دولة المؤسسات القائمة على سلطة التشريع والتنفيذ والقضاء. نعم. وهذا كيعطينا أن حتى عملية الحكم الذاتي علينا أن نقتدي بتجارب الغير. فكيفاش كتشوفوا هذه المسألة هذه؟ وإذا كانت في نظركم شنو هي التجربة المثلى بالنسبة للمغرب في الحكم الذاتي؟ نعم، يعني قلت نقتدي بالغير فعلا. يعني التجربة الدولة البسيطة في المغرب فهي كاين تأثر بالتجربة الفرنسية. صحيح. والتأثر باللامركزية الفرنسية، مع العلم أنه كاين فرق بين اللامركزية في فرنسا رغم علاتها ورغم الملاحظات اللي كاين عليها. لكن كتبع النقاش اللي كاين، يعني حتى اللامركزيه في فرنسا عليها نقاش كبير. ولكن عندنا اللامركزيه كانت تجارب ديال الجماعات والجهات وكذا. ولكن انا تنظن باش نكونوا ربما صرحاء اننا الا درنا هذا السقف ديال الجهويه كيف ما هي في المغرب وكذا، غنكونوا وقفنا الحوار قبل ان يبدا، ووقفنا السير نحو الحل قبل أن نخوض فيه. لأن كيف ما كان الحال، يعني التجربة ديال الجهوية واخا المسألة ماشي في الأسماء، لأن أحيانا كنديروا ديك الكلمات الكبيرة التي تتحول في الواقع إلى كبائر. يعني ماشي مسألة ديال الجهوية متقدمة ولا جهوية موسعة، ولا الناس تلاحظ وتراقب هذه الجهوية كيف هي، هذه اللامركزية كيف هي. عندنا مشكل كبير جدا يعني في اللامركزية، وعندنا مشكل كبير في الجهوية. أنا نعطيك غير مثال بسيط. دابا ملي كنقولوا انطلاقا من خطاب ملكي أنه خصنا واحد الجيل جديد ديال البرامج التنموية على صعيد الجماعات الترابية وعلى صعيد كذا، إلا كنا منسجمين مثلا مع دستور 2011 ومع القوانين التنظيمية ديال الجماعات الترابية، شكون اللي خصو يقوم بهذا؟ شكون اللي خصو يجتهد في هذا الجيل؟ ملي كنقولوا حنا في القوانين التنظيميه كنقولوا بان الجماعات خاص تكون عندها برامج ديال التنميه، وخاص تكون اللي خاص يقوم بهذا الشيء واللي خاص يشرف على هذا الورش وخاص يجتهد في هذا الشيء هو المنتخبين المحليين على صعيد الجماعات وعلى صعيد الجهات وعلى صعيد كذا. شوف دابا شكون الذي يشرف على هذا الشيء؟ الواقع شنو كيتبدل؟ الذي يشرف على هذا الشيء هو
والعمال الولاة والعمال، لدرجة أن الاجتماعات كتكون بحضور الوالي والعامل وكذا، وناهيك عن شكون اللي كيحضر هذه الاجتماعات وشنو النقاش وكذا. المهم حنا كنديروا واحد النقاش، ولكن حقيقة فبالتالي أنا تنظن بأن الحكم الذاتي يعني المطروح نعم يقدر يساعدنا هذا التاريخ ديالنا في اللامركزية كذا، ولكن نكونوا من البداية واعين بأننا خصنا نزيدوا خطوات مهمة جدا، يعني خطوات مهمة جدا اللي يكون فيها واحد النوع ديال المصداقية، واحد النوع ديال الإغراء الآخر، واحد النوع ديال الجذب وكذا. أما إلا كنا غادي نبداو نعاودوا ديك الأسطوانة والكلام وكذا وهذا، ما تنظن ما غاديش نساهموا أن هذا الشيء ديال الحكم الذاتي يمشي مزيان. في النقطة هذه أستاذي كريم، يعني كنتي في واحد الإجابة عطيتيني واحد المثال ديال الصين. نعم. ديال one state two systems. نعم. والطريف أن هذا النموذج هو نظامين مختلفين حتى في طبيعة الديمقراطية. صح. يعني الصين صح في مسار الديمقراطية هي متأخرة قليلا أو كثيرا حسب زاوية النظر. صحيح. مقارنة بهونغ كونغ، مقارنة بماكاو. صحيح. اللي كتندرج ضمن الصين. صحيح. وعندها حكم ذاتي. ففي المقابل كنتي كتشير أن باش ننجح عملية الحكم الذاتي نحتاج إلى ديمقراطية الجميع، ديمقراطية الجميع. صحيح. فكيف يعني واش الديمقراطية عنصر حاسم من أجل إنجاح تجربة الحكم الذاتي؟ نعم صحيح. لا ذكرتي التجربة ديال الصين، والتجربة مهمة، والتجربة الأكثر هو التجربة ديال المملكة المتحدة. نعم. أنا كنشوف تبارك الله كتقرا الإنجليزية، عندك الإنجليزية إلا لاحظتي ملي كيتكلموا على اسكتلندا أو ملي كيتكلموا على إيرلندا الشمالية كيتكلموا على كونتري، بمعنى كيتكلموا على بلد، منتخب يعني بلد. وهما عندهم يعني في التاريخ ديالهم، ملي كنقولوا بلد بمعنى راه عندك كل شيء، منتخبين، اختصاصات، صلاحيات كذا. اشنو اللي ما كاينش، اللي كاين عند المملكه المتحده وما كاينش في ايرلندا الشماليه، هو السياده ديال الدوله والشخصيه المعنويه القانونيه ديال الدوله. كاينه شخصيه واحده وسياده واحده، ولكن ما دون ذلك راه كاين يعني كاين تنوع وكاين اختلاف. هذه المساله اللي شرتي لها مهمه جدا، وهذا الشيء راه كنت كندوي، هذا الشيء اللي قلنا على الجهويه هو يفتيلوا في هذا الامر. نعم. الحكم الذاتي اللي كي ينجح يعني خاصو واحد المجموعه ديال الشروط، واهم هذه الشروط هو هذا الشرط ديال الديمقراطيه، والشرط ديال الانفتاح السياسي، والشرط ديال العداله المجاليه. هذه الشروط مهمه جدا، وهذا الشيء كله ينبغي ان يبنى على واحد النوع من الحوار، وواحد قبل ما نحاوروا الاخر. دابا حنا كنتكلموا على ضريهان ديال محاوره الاخر، ولكن قبل محاوره الاخر خاص واحد الحوار بعد داخلي. صحيح. خاص الحوار ديال الصحراويين فيما بينهم، الحوار ديال المغاربه كلهم. قبل ما نتكلم مع الآخر يعني خصنا نتكلموا فيما بيننا، ونتكلموا بعيدا عن لغة الخشب، نتكلموا بصريح العبارة، وخصنا نديروا واحد القطيعة مع ديك المقاربة الانفرادية الإقصائية في هذا الموضوع ديال الصحراء. لأن احنا كنشوفوا حتى من بعد القرار باقي كاينه إشكالات. دابا كاين الحديث على تحيين الحكم الذاتي وكذا، ولكن لا أحد يعرف هذا الشيء. أنا كان شفت مؤخرا واحد اللقاء دار في المؤسسة ديال عبد الرحيم بوعبيد. نعم. وكانوا حضروا فيه شخصيات صحراوية اللي مهمة، تيقول لك سيدي لا حتى واحد ما دوا معنا، حتى واحد ما شاركنا، حتى واحد ما قال لنا. وهذا إشكال. إلا كنا واثقين من نفوسنا ومقتنعين بداك الشيء اللي عندنا ومتمسكين به وكذا، خصنا الحوار وخصنا نقاش عمومي، وخصنا الافكار نبلوروها جميعا، ونبعدوا على ديك اللغه ديال التخوين واللغه ديال اللي قال شي حاجه شي كلمه راك انفصالي وراك كذا. علاش؟ لان من المعول عليه اللي هو ان خاص المجتمع المدني وخاص الاسر الصحراويه يكون عندها دور في حل المشكل. راه دابا شحال من عائله صحراويه وشحال من اسره صحراويه راه كاين عندهم افراد في العيون، وعندهم افراد اخرى في التندوف، وكيتواصلوا وكذا. الى كان مثلا الناس عارفين شنو بغاو وتم الاشراك ديالهم وتم الاقناع وكل شيء مقتنع وكذا، راه هادشي غيساهم في الحل
مع الاخر والكلام مع الاخر وكذا. ولكن انت الا كانوا ابناء الدار يعني ما غير مشركين وتهم بحالهم بحال الناس الاخرين، وربما كتعطى الاولويه للاعلام الاجنبي، راه ما نتفاجئوش الى غدا وبعد غدا سمعنا في شي قناه ولا في شي جريده بان راه التفصيل ديال الحكم الذاتي ولا كذا راه تم ولا كذا، ما نتفاجئوش. وهذا هذا اشكال. لا داك الشيء علاش كنقول ودي راه خاصنا هذا الشرط الديمقراطي، خاصنا يعني خاص تكون فعلا الا بغينا ينجح الحكم الذاتي خاصنا نقولوها ونكونوا واعيين بها. راه ما يمكنش ينجح الحكم الذاتي الا ما تغيرتش الاراده. يعني هذيك الاراده ديال انني نلهي الناس بالكلام العام، والاراده ديال كذا، وتبقى ديك السلطويه والانفراد والاقصاء، ما خدامش. خاصنا واحد الاراده جديده، اراده ديال الديمقراطيه، اراده ديال الانفتاح السياسي. وهذا الشيء ملي كنقولوا الاراده كتبغي ادله ملموسه في الواقع، ادله عمليه، ماشي الشعارات والكلام. انا كنا كنتكلموا على الانفتاح السياسي، كنظن انا المدخل ديال الانفتاح السياسي هو يحدث واحد الانفراج حقوقي حقيقي في المغرب. هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نسولكم استاذ كريم، هو ان حاليا ملف الحكم الذاتي يحتاج الى بناء الثقه. نعم. وبناء الثقه يحتاج الى انخراط كما شرتي استاذ كريم جميع الاطراف. نعم. كيف يمكن ان نقوم بعمليه انخراط جميع الاطراف ومازال هناك ملف المعتقلين، ملفات حقوقيه لم تحل بعد، حتى الامور مرتبطه ببناء واحد اللغه جديده قائمه على الاحتضان جميع الاطراف اللي كيشكلوا هذا الملف هذا من اجل بناء واحد حل حقيقي للبناء والمضي قدما. يعني كيفاش ممكن نحققوا هذه المساله؟ نعم، انا تنقول بان هذه رساله مهمه جدا. يعني كان ينبغي لا يكون فيها التاخر، لان غتكون واحد الرساله ماشي غير الطرف الاخر، غتكون رساله حتى للمنتظم الدولي اللي حنا كنقولوا خصو يدعمنا وخصو كذا. هذه الرساله شنو كان الفحوى ديالها؟ خص يكون واحد الانفراج حقوقي فعلي. هذا الانفراج الحقوقي يعني واحد العدد ديال المعتقلين السياسيين، بما فيهم معتقلين صحراويين. صحيح. المعتقلين ديال الريف، معتقلين اخرين من اجل تدوينات على القضيه ديال فلسطين. هناك مشاكل حقوقيه. كاين مواطنين مغاربه الان يعني خرجوا هاجروا البلاد. علاش؟ لانهم يعبرون عن رايهم بالحريه، وكاين خوف انه يرجع يتعتقل. كاين ملفات كترتبط مثلا بجماعه عدل الاحسان، يعني جماعه سلميه والتضييق عليها وتشميع البيوت. كاين ملفات حقوقيه كترتبط بمواطنين ان كيتمنعوا من الحقوق ديالهم، من ابسط الحقوق. لماذا؟ لان عنده انتماء سياسي وعنده اختيار سياسي. كانت واحد الرساله كان مهم جدا انه يكون واحد الانفراج فعلا حقوقي. لان من يكون واحد الانفراج حقوقي وتكون واحد الحريه في التعبير والحريه في التفكير والكلام، ونخرجوا من داك لغه الخشب وديك المجاملات الزايده ومن داك الحديث ديال العاطفه، ويكون بيناتنا واحد الحوار صريح ومسؤول دون تخوين، دون اللي دوا تقول لي راك انت خائن ولا راك انت كذا وراك انت. يعني تنظن في هذا الجو فين خاص يتصنع الحكم الذاتي. لان كما قلت في واحد داك الحوار اللي شرتي ليه، كاين اللي تيظن باننا راه كملنا في الحكم الذاتي. راه باقي. انا تنقول نحن لا نزال في مرحله ما قبل البدايه، مرحله ما قبل البدايه. يعني التحديات اللي جايه تحديات كبيره بزاف، ومني كنشوفوا التجارب ديال الحكم الذاتي فعلا التحديات بعض المرات غير كاينه دول اللي دارت الحكم الذاتي وتراجعت اللور. لاش؟ لان كاين ما تعاملش مع ديك التحديات بشكل جيد. حتى الفهم ديال الديمقراطيه هو مسار وعوده. فبالتالي لو كان واحد الجو ديال الحريه وجو ديال الحقوق وجو ديال النقاش العمومي، ما احوجنا الى نقاش عمومي بدون خطوط حمراء. يكون عندنا القاسم اللي خصو يكون مشترك عند الجميع، هو مصلحة الوطن. هذه هو القاسم، وما دون ذلك نتناقش، وانت ترى شيء وانا ارى شيء ونختلف ونناقش وكذا، وتبلور شي حاجه اللي. وقلت اول من يخصو يكون في هذا النقاش هما الاخوان ديالنا في الصحراء. صحيح. يعني راه معنيين بشكل مباشر بالموضوع. فبالتالي هذا يعني هذا الشرط ديال الديمقراطيه والشرط ديال حريه التعبير
هذه شروط اللي مهمة جدا، يعني إلا بغينا فعلا يعني واحد النقاش عمومي حقيقي حول الحكم الذاتي. يعني صراحة نحن نحتاج يعني إلى تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير. نعم. ولكن سؤال إشكالي، أو على الأقل هناك من سيسأل من واحد الزاوية أخرى ويقول نموذج الإسباني مثلا نعم. كيعرف واحد تقدم كبير في مسار الديمقراطية، نعم. وإقليم كاتالونيا مثلا كيعرف واحد تقدم كبير في مسار الديمقراطية، وماشي فقط الديمقراطية المعززة بالتنمية الاقتصادية. نعم. ورغم هذا لازالت أطروحات الانفصال حاضرة بقوة، والدولة ما قدراش أنها تكبح ديك أطروحات الانفصال إلى هذه اللحظة، رغم الحضور التنموي الديمقراطي اللي كتشهده إسبانيا بصفة عامة. نعم. وإقليم كاتالونيا بصفة خاصة. نعم. فبالتالي كيولي السؤال، واش حقا يعني تعزيز الديمقراطية هو البوابة الحقيقية لترسيخ فكرة الحكم الذاتي، أو قوة الدولة وحضورها الفعال أحيانا بالمؤسسات الأمنية أو بمؤسسة الرقابة هي اللي كتعزز الحكم الذاتي، انطلاقا من دور المشرف العام أو الوصي العام على كل المشهد السياسي؟ فكيبقى ذاك المتتبع ما عارفش الإجابة. نعم. أنا تنظن بأن العهد ديال الوحدة القصرية انتهى. دابا هنا اللي كاين في هذا الوقت ديالنا، في العصر ديالنا، هو الوحدة المستوعبة للتعدد. نعم. هذا المعطى ديال التعدد هذا ماشي معطى غادي نحلوه بالسلطة المركزية والوحدة القصرية، ولا هذا واقع يعني خاصك تعرف كيفاش تتعامل معه. أنا قلت لك قبيله التجربة ديال أوروبا. صحيح. يعني دابا الآن الدولة القومية ما بقاش، ما كاينش كلام. دابا بدل إيطا ناسيون كاينه دابا يعني مفاهيم جديدة. يعني كنتكلموا على ميلتي كولتيريل، إيطا ميلتي كولتيريل، أو إيطا بليغي ناسيونال، دولة متعددة الثقافات أو دولة متعددة القوميات. فبالتالي هذا التعدد معطى، يعني باغي أن تتعامل يعني باغي أن تعرف كيف تتعامل معه. إلا كنت تيق في راسك، وملي كنقول تيق في راسك بمعنى تيق بأنك نظام كنقولوا كنتمناو نظام ديمقراطي حقا، نظام ديال العدالة الاجتماعية كما يجب، نظام ديال الكرامة، نظام ديال الحرية، نظام ديال دستور ديمقراطي، نظام ديال ثقافة دستورية مترسخة، نظام ديال دولة الحق والقانون. إلا كان هذا الشيء يعني قدر التجربة كتزيد وتنقص وهذا، ويبقى اللي طالب بالانفصال وكذا، ولكن في آخر المطاف يعني كتمشي التجربة تمشي بشكل صحيح. لأن ذكرتي التجربة ديال إسبانيا، ولكن كاينه تجارب أخرى اللي ناجحة. صحيح. كثيرة، هي الكثيرة. صحيح. هي الكثيرة في الشرطة ديال الديمقراطية، هي الكثيرة. يعني واحيانا كيدار كاع استفتاء ديال الانفصال وكيكون تصويت سلبي، تصويت على البقاء. صحيح. نذكروا هنا المثال ديال المملكة المتحدة وغيرها. فبالتالي يعني ما ناخذوش تجربة، لأن إسبانيا كاينه معطيات أخرى، معطيات قومية إثنية ثقافية اللي ساهمت. وهنا نشوفوا الكوارث ديال الأنظمة المستبدة، لأن هذاك ديك التركة ديال فرانكو باقي التأثير فيها. لأن التركة ديال فرانكو في إسبانيا واخا دار الانتقال الديمقراطي واخا كذا، يعني الآثار ديال الاستبداد تيبقى، واخا يعني خصك لي واحد المدة باش ثم كاين ثقافة معينة، سياق معين إلى آخره. فما نقيسوش ونقدروا نمشي ندخلوا مثلا التجربة ديال الحكم الذاتي، يبقى هناك من يطالب بالانفصال. ما دام يطالب ولكن بشكل سلمي وبشكل كذا، شنو الحل؟ هو تقنعوا دخلوا للحبس؟ هذا هو الحل؟ تقول لي لا بزز خاصك لا، الحل هو تقنعوا. والخطوة الأساسية في الإقناع الأولى هي الإشراك. واحد قد يرفض مبادرتك وقد يرفض ما تقترحه من حل، ليس لأنه لا يرى صواب ذلك الحل وتلك المبادرة، ولكن لأنك تريد أن تفرض عليه ذلك من فوق، وهو كرامته لا تسمح له بذلك. كرامته تسمح أن يكون مشارك في تلك المبادرة، أن يكون من مؤسسي تلك المبادرة. وأنا كنتكلموا على الكرامة. نعم. وكنتكلموا على الناس ديال الصحراء اللي هما ناس معروفين بالكرامة وكيف ما فيهم ناس ديال هزوا السلاح وكذا، فيهم ناس ديال الصلاح. يعني كاين في الصحراء كاين بيتسمى بأهل الكتوب.
أهل الكتب هما ناس كيدعوا للسلم وكذا وهذا، وتيقول لك اودي ليس من اهل الصلاح من حمل السلاح كاع بمعنى من المعاني، بمعنى كاين ناس مسالمين، ناس كذا، ولكن الكرامه شي حاجه اللي مهمه جدا. وتنظن باننا في 2025 ينبغي ان نقطع مع بعض الاساليب. دابا اللي كتخاف منه هو انه نعيد لهذه الاسطوانه المشروخه ونحاولوا عاود ندخلوا في واحد المسار ديال التمويه والمسار ديال هذا والمسار ديال الشعارات والمسار ديال كذا، وغادي ندوز وغنلقاو عاود دازت واحد السنوات وغنلقاو راسنا كندوروا في حلقه مفرغه. يعني ما نرجو بكل صدق بكل حرقه، وتنظن ما يرجوه يعني العديد ديال الناس اللي في هذا الوطن من مشارب ومذاهب مختلفه، هو ان فعلا يكون هذه الفرصه ديال الحكم الذاتي تكون واحد الفرصه تاريخيه للمغرب، سائر المغرب نحققوا فيها فعلا واحد الخطوه مهمه نحو الانفتاح السياسي، نحو الديمقراطيه، ماشي فقط في الاقاليم ديال الحكم الذاتي وانما على مستوى المغرب باسره. هذا استاذي كيخليني نفتح ملف التعديل الدستوري. نعم. وعلاقته بالحكم الذاتي. نعم. هذا ايضا خلق واحد النقاش مفادوه ان واش التعديل الدستوري المناط بالحكم الذاتي هو تعديل تقني من أجل فقط بلورة وضع هذا الحل وجعله حاضر في الوثيقة الدستورية باعتباره أسمى وثيقة قانونية في المغرب. نعم. أو هذه هي اللحظة المناسبة من أجل تكون عندنا جرأة من تقديم رؤية دستورية جديدة، ونقولوا يعني أن هذوك الناس اللي كيتكلموا على وثيقة الدستور 2011 باعتبارها الدستور الجديد، أن راه من 2011 2025 الآن راه أكثر من 15 سنة. وفي التاريخ ديال المغرب وانتم أستاذ في القانون الدستوري كتعرفوا أن أعمار الدساتير في المغرب في حدود 15 نعم. 10 سنوات. نعم. فواش كتشوفوا أستاذ واش المطلوب الآن يعني تعديل تقني للدستور انطلاقا مما تشهده النقاش حول الحكم الذاتي أو شيء آخر؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. هو ما يترجعوا للمبادرة ديال الحكم الذاتي ديال 2007 اللي قدم المغرب، فيها إشارة أنه خص يكون مراجعة ديال الدستور، ولكن إلا رجعنا للنص ديال المبادرة أن مراجعة ديال الدستور من أجل تنصيص على الحكم الذاتي. وبالتالي فعلا كاينه جوج المقاربات. كاينه مقاربه ديال اننا غادي ندير واحد التعديل ديال الدستور باش غادي نجيو ونقولوا هذا الحكم الذاتي نديروا ليه توا واحد الفصل تما ولا واحد الباب، بعض الخصائص، بعض كذا، بعض الصلاحيات، بعض كذا كذا، ونخليو الشيء الاخر، يعني نخليو الجوهر ديال الدستور هو يعني نخليو الجوهر ديال الدستور يعني هو ونقولوا رحنا درنا تعديل دستوري وحنا درنا الحكم الذاتي. هذه مقاربه، ولكن انا بالنسبه لي هذه مقاربه لا تساعد على انجاح الحكم الذاتي. يعني المساله ماشي مساله نص تنصيص على الحكم الذاتي في الدستور، وانما المساله هي مراجعه جوهريه يعني للدستور، بحيث ننتقل من تلك السلطه المدستره او السلطويه المدستره إلى دستور فعلا ديمقراطي. دستور ديمقراطي يكون فيه فعلا يعني فصل السلط، يكون فيه فعلا المسؤولية على أساس الانتخابات والمحاسبة على أساس الانتخابات، يكون فيه فعلا تجسيد لدولة الحق والقانون، يكون فيه فعلا قضاء مستقل. احنا كنشوفوا بأن دستور 2011 يعني على مستوى نصه جاء مجموعة من الأمور، ولكن في الواقع يعني كاين تراجع على داك الشيء كامل. علاش؟ لان الجوهر ديال الدستور يعني بقى هو رغم اننا غيرنا الفصول وغيرنا كذا وغيرنا كذا، ولكن الجوهر الذي يقوم عليه الدستور بقى هو. انا كنقول هذا الشيء وانا انا على وعي، ليس تغيير الدستور هو الذي يحقق الديمقراطيه وحده، ولكن تغيير الدستور هو شرط مهم، والا فتحقيق الديمقراطيه وتحقيق الانفتاح السياسي كيتوقف على مجموعه من العوامل يعني المتضافرة فيما بينها، منها دستور فعلا يكون دستور ديمقراطي، منها طبيعة النخبة السياسية وطبيعة الفاعلين السياسيين، منها طبيعة الثقافة السياسية، منها طبيعة المواطنين. يعني هذا الانفتاح السياسي اللي كنتكلموا عليه وهذا الشرط الديمقراطي يعني لا ينحصر فقط أنه في الدستور لا درنا دستور حلينا المشكل، لا كاين عوامل أخرى خصنا الاهتمام بها. ولكن كما قلت البداية، أظن بأن البداية
نقدروا نقولوا الا كانت مطالب مستعجله يعني في السياق ديال الحكم الذاتي، تنظن جوج الامور اساسيه: انفراج حقوقي حقيقي، داك الشيء اللي تكلمنا عليه، نعم، ودستور ديمقراطي شكلا ومضمونا. لا يمكن للدستور ان يكون ديمقراطيا على مستوى المضمون إلا ما كانش ديمقراطي على مستوى الشكل. وأقصد بمستوى الشكل طريقة إعداد هذا الدستور. خصنا فعلا واحد المراجعة ويعد الدستور بطريقة ديمقراطية حتى يمكن أن يكون فعلا مضمونه مضمونا ديمقراطيا. وهذه جوج الأمور أساسية لتحقيق هذا الانفتاح السياسي اللي هو البيئة السليمة، ونقدر نقول البيئة الوحيدة المفترضة لإنجاح الحكم الذاتي الذي يعني نتمنى كلنا ونرجو كلنا ونناضل جميعا يعني من أجل تحقيقه، ولكن بهذا الشكل. بهذا الشكل اللي كتشوفوا أستاذي. وكان في نفس الوقت كاين اللي كيقول في المقابل أن الدستور مثلا النسخة ديالو الحالية جاء بأشياء كثيرة، والنخبة هي اللي كانت عاجزة على التنزيل. يعني أنتم متتبعين إلى الآن هناك مجموعة من القوانين التنظيمية لم تنزل إلى الأرض الواقع. فبالتالي المشكل ماشي مشكل دستور بقدر ما مشكل نخبة، أحزاب، تيارات، هي تجاذباتها الخاصة هي التي حالت دون المضي قدما إلى الديمقراطية أو لا تعزيز الديمقراطية ومساراتها. كيبان لكم الطرح هذا؟ لا، هو ماشي غير هذه ولا هذه، ياك؟ نعم. أنا تنظن بأنهم بجوج، لأن هاد النخبة على المستوى السياسي هي نتيجة ثقافة سياسية. صحيح. وأهم شيء في الثقافة السياسية يعني المؤسس للثقافة السياسية هو الثقافة الدستورية، هو الدستور. نعم. حينما يكون عندك دستور غير ديمقراطي راه غادي تكون عندك نخبة غير ديمقراطية. وحتى ديك النخبة الديمقراطية، لأن كتلاحظ رجعتي ل 2011 يعني أنا قلتها منذ البداية. يعني في 2011 كان هناك من كان يقول بأن فعلا راه كاين مشكل في الجوهر ديال الدستور، بحال مثلا لأن دستور 1996 كان فيه الفصل 19 اللي هو كيشكل جوهر. في دستور ديال 2011 شنو واش لغينا حيدنا الفصل 19؟ ما حيدناش، ولكن قسمناه على جوج ديال الفصول، وربما زدنا بططناه شويه، بمعنى بقى الجوهر هو الجوهر. ولكن مع ذلك كان اللي واعي بهذا الشيء، وكان كان يقول بأنه خصنا يعني نناضل وكذا باش يكون تأويل ديمقراطي للدستور. ولكن التأويل الديمقراطي للدستور حتى هو عنده علاقة بميزان القوة. إلا كان ميزان القوة يعني في صالح واحد الطرف اللي هو اللي خدا المبادرة ديال وضع الدستور، واللي هو اللي كانت له المبادرة في المضمون ديال الدستور، هذا الطرف هو اللي غتكون له أيضا يعني غيكون الميزان القوة لصالحه في تأويل الدستور، يعني وقع انت ناضل. فبالتالي هادشي اللي وقع في الواقع المغربي، لدرجة أننا الآن يعني كاين تراجع. لأن لاحظ دويت على القوانين التنظيمية مثلا، القوانين واحد مجموعة ديال القوانين اللي جات مثلا في 2015 وهذا 2014 2015 وكذا، يعني كان فيها جذب إلى الخلف. ديك المبادئ اللي نص عليها الدستور وديك الحقوق اللي نص عليها الدستور تم جذبها إلى الخلف. علاش؟ لأن لحظة وضع الدستور لم تكن هي لحظة وضع هذه القوانين. لحظة وضع الدستور كان السياق ديال الربيع العربي كذا، اللحظة ديال وضع القوانين يعني كان سياق ديال الانتكاسة وسياق ديال التراجع. لذلك لقينا واحد المجموعة ديال القوانين، مجموعة ديال القوانين التنظيمية فيها تراجع كبير. مثلا نعطيك مثلا القانون المرتبط بالحق في المعلومة، نعطيك مثلا القانون الاخر، القانون المرتبط بالحق ديال الاضراب. اما القانون ديال الدفع بالعدم الدستوري راه شفتي لحد الان مازال يلا دابا قريبا، ولكن لاحظ. فبالتالي يعني هما الامران معا. خاص ملي كنقول الدستور حتى النخبه كتحمل المسؤوليه ديالها، لان ملي كنلقاو ان النخبه مثلا في ظل الدستور ديال 2011 وكيتكلم أنه لا يستند إلى الدستور ويبحث هو فقط عن رضا المؤسسة الملكية، ويقوم بأشياء يعني الدستور يتيح له هوامش، ولكن هو كيقول بأن راه كاين دستور ضمني آخر
تيقول لك اسيدي ما كتعرفوش انت، كنعرفوا انا اللي قريب من دوائر ديال السلطه. عجيب. وبالتالي ما تقولش لي نمشي مع الدستور المكتوب، راه كاين واحد الدستور ضمني هو اللي خصني نحترمه، والا ما احترمتوش راه النتيجه كيفاش كتكون. يعني قانون فوق القانون. وهذا الشيء يستبطنه العديد من النخبه السياسيه. لذلك في المغرب غير رئيس الحكومه، جيب اسلامي بين مزدوجتين، او جيب واحد من التجمع، او جيب غدا واحد من الاستقلال، او جيب كذا او جيب كذا، فنفس غيكون نفس المسار ونفس. علاش؟ لان كاين الاحتكام بالاساس لشي حاجه اخرى من غير الدستور المكتوب. كاين شي حاجه سميتها الدستور الضمني، او كاين شي حاجه سميتها اعراف وتقاليد وشي حاجه مخزنيه الى اخره. وكيقول لكم راه الناس اللي قراب من السلطه هما اللي كيعرفوا هذاك الشيء، معنا اشكال. فبالتالي اذا عندنا واحد العمل طويل، يعني على مستوى الدستور باش يكون ديمقراطي، على مستوى النخبه باش تكون فعلا واحد النخبه عندها واحد الثقافه السياسيه، لان النخبه مهمه جدا. يعني النخبه الا ما كانتش النخبه عندها ثقافه سياسيه وعندها وعي سياسي ومستعده تضحي وعندها فعلا ذاك الحب للوطن. وحنا دابا كنترحموا على ناس رغم الملاحظات اللي كانت عليهم، ولكن كنترحموا عليهم، لان كتقول ودي راه كيف ما كان الحال. واحد السيد قال في واحد اللحظه لا، ولا كدوي على قضيه الصحراء مثلا، عبد الرحيم بوعبيد وذاك الموقف ديالو ديال رفض الاستيفاء 1981 جري. صحيح. وبغينا دابا فينا بغينا شي ناس بحال هكا، شي ناس اللي يقولوا لا ما كاينش. يعني ما انا ما كنقولش يعني كاين قليله، ولكن في الغالب كاين مشكل. لا بقناعه. لا بقناعه. يعني كتقدر تختلف معهم كذا، ولكن كاين واحد الجرأة، كاين واحد الشجاعه، كاين واحد كذا. لان هذا الوضع ديال التحكم في كل شيء، وهذا الوضع واحد الطريق مرسومه وخاص كل شيء يمشي فيها، هذا راه ماشي لا في صالح الوطن ولا في صالح الدوله ولا في صالح كذا. اذا كاين المعطى ديال الدستور الديمقراطي، المعطى ديال النخبه، وكاين واحد المعطى اخر حتى هو خصنا نستحضروه، لان باش ما هو المعطى الاقليمي والدولي حتى هو عنده تاثير. بمعنى كاين اليوم ترى السيده اللي كدوي عليها السيده للدوله، كاين اليوم كاين علاقه ديال التاثير وكذا. ولكن انا تنظن الى بالنقاش ديال المغاربه وبالوعي ديال المغاربه وبالثقافه ديال المغاربه، ويكون فعلا واحد كذا وهذا، تنظن غادي نلقاو توليفه اللي تجمع لنا بين هادشي كامل، بين دستور ديمقراطي وبين نخبه تكون فاعله، ونعرفوا نتعاملوا مع هذه المعطيات الدوليه ومع التغيرات وكذا. لان التغيرات الدوليه والاقليميه يعني في ظل هذا الوضع هي ما في صالح حتى شي واحد. صراحه يعني الكلمه ديالكم كتقودني مباشره للمعطى الاقليمي. اول شيء اقليمي في الملف ديال الحكم الذاتي هو الجار ديالنا اللي هو الجزائر. نعم. كما شرتي في البدايه، وهذا اشاراتك مهمه جدا المرتبطه بضروره الحوار الداخلي. نعم. وحتى يعني وتكبير دائره الحوار، اعتقد هو الحوار ما بين المغرب والجزائر. نعم. كيف يمكن ادخال الجزائر حسب منظورك كاستاذ في العلوم السياسيه في هذا الحوار، في هذا الملف الذي طال عمره، وانت ترى ضروره تعزيز الديمقراطيه، وبالنسبه للجزائر هي ماشي افضل منا كنموذج ديمقراطي. صحيح. ولا اعتقد مثلا، هذا حسب تصوري تقدر نكون مخطئ فيه، انها غتبغي يكون جارها اكثر ديمقراطيه منها، لان جار اكثر ديمقراطيه منها يشبهها في كل الامور الثقافيه العرقيه الدينيه، يجعلها تحت وطأة التحدي من اجل تعزيز مسار ديمقراطي داخلي كذلك. نعم. فكيفاش ممكن اننا نزوج ما بين هذا الامرين الذين صعب ان نجمع بينهم؟ هو فعلا موضوع شائك وصعب، ولكن حينما اقول صعب ليس مستحيلا. يعني ليس مستحيل انه يكون حوار مع الجزائر. يعني انا تنقول هذا الشيء كنعرف صعوبه كبيره فعلا، ولكن راه في التاريخ كانت محطات ديال الحوار وديال الاتفاق مع الجزائر وكذا. هذا الشيء ممكن يكون. غير ماذا ينبغي من جهتنا نحن كمغاربه، هو هذه المساله ديال اليد تبقى ممدوده. هذا مهمه جدا. سياسه اليد الممدوده. سياسه اليد الممدوده وسياسه يعني سياسه الصبر. وواحد المنزلق ينبغي ان ننتبه اليه، ينبغي ان ننتبه الى المنزلق ديال الضغط الدولي على الجزائر من اجل ان تسلم لنا في الموضوع ديال الصحراء. الضغط قد يكون له دور معين الى غيره، ولكن ان التعويل على الضغط وحده يعني هذا تنظن مشكل وتنظن منزلق. كاين دابا كثير من الناس حينما تتحدث معهم على الموضوع ديال الجزائر
تيقول لك بان الولايات المتحده الامريكيه غادي تضغط على الجزائر وكذا وكذا، وحنا ولا الولايات المتحده الامريكيه غدير الوساطه للجزائر. وحنا تنعرفوا بان الولايات المتحده الامريكيه في ترامب او في غير ترامب انه ملي كيكون ضغط ولا وساطه راه كيكون ما هو ظاهر اللي هو الوساطه، ولكن كيكون ما هو باطن، كتقصد التكلفه، كيكون ما هو باطن اللي كيكون فيه ضرر لا على الجزائر ولا على المغرب ولا كذا، هو الابتزاز وكذا. فبالتالي خاص تبقى اليد ممدوده. خاصنا في هذا السياق نقطعوا من داك، نحاولوا يعني في الخطاب ديالنا وفي الكلام ديالنا يعني يكون واحد الخطاب عقلاني وكلام عقلاني وكلام ديال الحوار وكلام ديال كذا، وما يكونش داك. لان بعض المرات كاين اللي ربما بحسن نيه يعني كيولي واحد النوع ديال الاستعلاء، واحد النوع ديال كذا، وهذا لا يخدم، يعني لا يخدم. لان راه احنا بحال ربما نقدروا في الدرجه نختلفوا. نعم. احنا والجزائر في الدرجه، ولكن في النوع راه احنا تقريبا راه في النوع نفس النوع. كلانا بلدين غير ديمقراطيين، يعني وكلانا في انظمه غير ديمقراطيه حقيقيه. وكنظن بان من الامور اللي ممكن تساعد بشكل كبير هو التوجه نحو الديمقراطيه. تنظن بانه لو الجزائر اتجهت شويه نحو الديمقراطيه والمغرب اتجه شويه نحو الديمقراطيه، كان هذا ربما من الامور اللي يمكن تساعد. كاين المساله ديال التنميه والمساله ديال الاقتصاد هي مهمه جدا يعني في هذه الوحده. لان حنا كنتكلموا على المغرب العربي يعني اكثر من 100 مليون نسمه. نعم. من 100 مليون نسمه، وواحد السوق مشتركه، وكاينه ثروات متبادله وكذا. فبالتالي يعني لو كان واحد الوعي استثنائي وواحد الوعي استباقي، وهذا الوعي كما قلت يعني ماشي كيكون فقط على المستوى الرسمي، المفروض انه حتى على المستوى غير الرسمي، وتشجع المجتمع المدني والثقافه والنقاش وكذا، واللي كل شيء يعني يريد ان يذهب الى هذه الوحده اللي كنحلموا بها. امتى طرحات المغرب العربي ولا زالت لم تتحقق فيما بعد. يعني جات دول غير من بعد منا وحققت واحد التنسيق فيما بينها، وحده فيما بينها وكذا، والمغرب العربي لا زال الحال هو على الحال. اذا هذه كلها معطيات، ولكن نعاود نقول بان الامر فعلا ليس سهل، وخاصنا نخرجوا. اظن بان الخروج من ذاك المنطق ديال رابح خاسر في العلاقه بالجزائر يعني خاص يحكم، والعلاقه حتى مع البوليزاريو خاص يحكم واحد المنطق ديال رابح. خاص تكون يعني طبعا يعني ملي كنقولوا رابح راه خاص تكون تنازلات متبادله في حدود معينه طبعا، والتنازلات ماشي عيب يعني في حدود معينه. إذا كانت في حدود معينه وكانت في اطار في اطار ديمقراطي ونقاش ورضا وقبول وكذا، ماشي مشكل، ماشي عيب. فتنظن هذه بعض الامور الاساسيه اللي كتساعد. وخاص يعني خاص الصبر، يعني خاص الصبر على علاش كنقول لان كاين بعض الناس اللي تيقول لك احنا متفائلين، وبالفعل لان تيقول لك حتى ملي كنشوفوا الطرف الجزائري الا خديتي بعض التصريحات او كذا يعني تيقول لك بانهم يبدون استعداد انه يكون يعني تكون شي انفراج في هذه العلاقه، وهذا ما نتمناه. يعني يمكن ان نقول ان قرار 2797 هو البدايه ماشي النهايه. نعم، هو البدايه صحيح، هو صح البدايه صحيح. انا قلت لك قبيله بان انا قلت كاع في شي حوار قبل، احنا في مرحله ما قبل البدايه. نعم. من حق ما يمكنش نحجروا على الفرح هؤلاء، لا يعني اللي بغى يفرح هو الفرح. تنظن القضيه ديال الصحراء هي قضيه ديال جميع المواطنين، القضيه ديال جميع المغاربه، يعني ما كاينش فيها اختلاف، ما كاينش مشكل معنا يعني. ولكن الامر كما قلت كيبغي شويه ديال العقلانيه في التدبير، شويه ديال الحساب الموضوعي، والكثير قلت شويه ديال العقلانيه، شويه ديال الحساب الموضوعي، والكثير من اراده ديال وضع واحد القطيعه، الاراده ديال واحد التغيير، الاراده ديال واحد الانفتاح السياسي. يعني الا ما كانش هذا الشيء يعني راه مشكل. والا راه ملي كترجع للتجارب الحكم الذاتي راه كتلقى كاينه صعوبات كثيره. اولا بعدا راه كما قلت في ذاك الحوار السابق، بعدا باش يجلسوا معك الاخرين طاوله المفاوضات خاص اقناعهم. خاصك اقناع. هذا الاقناع السؤال واش حنا درنا الاليات ديال هذا الاقناع؟
الا كان عندنا مشكل في اقناع بعضنا البعض، ما تنقولش اقناع، ماشي اقناعنا بقضيه الصحراء، قضيه الصحراء كاين عليها ما كاينش مشكل، ولكن الاقناع بهذا الحكم الذاتي وكيفاش غادي يكون وشنو غادي خاص هذا الشيء، خاص هذا الحوار، خاص هذا النقاش. بمعنى حنا كنشوفوا الان المواقف ديال البوليزاريو لحد الان يعني هما رافضين جلوس المفاوضات. ولكن واش رافضين لانهم ما فاهمينش المبادره، او لان الاقناع الحقيقي خاصو يكون مع الجزائر؟ ايه صحيح، يعني لا صحيح، هذا الشيء، هذه الاشاره اللي اشرتي مهمه جدا، لان ما يمكنش نفصلوا البوليزاريو على الجزائر. يعني ربما القرار المحرك، القرار راه الجزائر عندها واحد الدور كبير، ولكن هاد المساله ما كتنفيش اننا خصنا نبذلوا واحد الجهد باش تكون المفاوضات ويكون الحوار ويكون كذا. علاش كنقول لك هادشي؟ لان كاين البعض اللي كيقول لك اسيدي ينبغي ان نقوم بسياسه الامر الواقع. سياسه الامر الواقع غادي نمشيو في الموضوع وكذا وكذا ونفرضوا. واظن بان المغرب لا في اختياراته منذ 1991 في هذا المعطى، يعني الاختيار ديال احترام الشرعيه الدوليه وكذا ما كت ولا المرحله ولا القرار الاخر ديال 97 ما كيسمحش بهذا الاختيار ديال فرض الامر الواقع اللي كتيحوا المرحله واللي منسجم مع القرار الاخير. هو فعلا خاص يكون حوار، خاص يكون مفاوضات، كاينه صعوبات، كاينه رفض الاخر، خاصنا نبذلوا واحد جهد كبير يعني مع البوليساريو مع الجزائر. ومن هذا الجهد حتى في الخطاب، يعني حتى على مستوى الخطاب، لأن بعض الأحيان الخطاب كما قلت خطاب كيكون خطاب منفر وخطاب يزيد في الشقة ماشي تقرب الشقة. وخاص تكون إجراءات عملية ومبادرات عملية اللي يشوفها الآخر ويلمسها وكذا، لأن الآخر غتكون عنده إشكالات كبيرة. اللي قلتي ليه الدستور ما غاديش يتغير، غيبقى نفس الشكل، نفس الجوهر. راه كيف مع واحد العدد في المغاربة عندهم مشكل حتى هو عنده مشكل كيف. فبالتالي خاص امور خاص وهذا الشيء كله مرتبط بهذا التحيين ديال المبادره ديال الحكم الذاتي. اشنو فين ممكن نمشيو، وكما قلت خاص الصبر على هذا. اذا هذه الخطوه الاولى بعدا، معنى هذه خاصها جهد. ثم لنفرض ان الناس قبلوا مثلا جلسوا معك الحوار، جلسوا في المفاوضات، راه باش تخرج بواحد النظام ديال الحكم الذاتي اللي يكون حوله توافق. نظام ديال الحكم الذاتي اللي يقول ما هي السلطات التي تكون على المستوى الأقاليم الصحراوية، وما هي السلطات وما هي الأمور اللي كتبقى للسيادة ديال الدولة بشكل عام، وكيفاش تكون الانتخابات وكيفاش يكون تشكيل المؤسسات وكيفاش. هذا راه عاوتاني واحد المسار يعني ماشي سهل. وها انت اتفقتي من ناحية، جلسنا الحوار وتناقشنا وصبرنا وكان نقاش واخذ ورد وكذا، ودخلت معطيات دولية وكذا، وخرجنا بنظام ديال الحكم الذاتي. راه التفعيل ديالو والتنزيل ديالو راه ماشي سهل. يعني راه الا التفعيل الا ما عرفتيش كيفاش تفعلوه وكيفاش تنزل وكيفاش كما قلت بهذيك الاراده الجماعيه وبالحوار وبالجو ديال الديمقراطيه والجو ديال الانفتاح السياسي والجو ديال كذا، راه ما غتكون الفشل في منتصف الطريق، ربما توقف. وكاينه دول اللي تراجعت، ياك راه كتدرس المشي. راه مثلا هذاك الاقليم ديال كاشمير في الهند، نعم، راه دار الحكم الذاتي لسنوات، ولكن تظن في 2018 ولا 2019 تم التراجع، نهار كل شيء. صحيح، لان ما بنيش على اساس، وحتى لان هناك اطراف خارجيه. لا، المعطى الخارجي انا قلت لك بانه حاضر، ولكن المعطى الخارجي باش نواجهوه بالتماسك الداخلي، بالتفاهم الداخلي. المعطى الخارجي كيكون فعله سلبي كل ما كان عدم تفاهم وكان عدم تماسك، وكان هذا الأسلوب ديال التخوين، وكان هذا الأسلوب ديال الإقصاء، وكان هذا الأسلوب ديال تكميم الأفواه، والأسلوب ديال حرية محدودة ومقلصة، وما كاين لا حرية ديال التنظيم لا حرية ديال التعبير بالشكل اللي متعارف عليه. أما إلا كنا فعلا دولة ومجتمع تايق براسو وكاينة حرية وكاين نقاش وهذا، بالعكس هذه غتكون واحد نقطة قوة يعني في تعاملنا مع مختلف العواصف اللي كتجي من الخارج، سواء إقليمية أو دولية كيف ما كانت. فبالتالي لا كانت هذه المرحلة كتطلب شي حاجة من الأمور اللي كتطلبها، بالإضافة للشيء اللي تكلمنا عليه ديال الديمقراطية والدستور الديمقراطي والانفراج الحقوقي وكذا، هو واحد النوع ديال التماسك الوطني
والتفاهم الوطني بين جميع الفاعلين في الوطن. وكما قلت كيكون المبدأ الأساس والسقف الأساس الذي ينبغي أن يكون تحته الجميع هو مصلحة الوطن. تنظن مصلحة الوطن هذا هو السقف اللي خصو يكون. إلا ما كانش هذا الشيء وكان بيناتنا يعني ما تيقين شي واحد قال غير كلمة تدوينة في الفيسبوك تمشي تشدو تعتقلو، وعندك تحكم في كل شيء، خاص يكون التحكم. حنا كنشوفوا نتيجة التحكم ماذا تنتج. خاصك تتحكم في السياسة وتتحكم في الاقتصاد وتتحكم في الرياضة وتتحكم في الإعلام. حنا كنشوفوا نتائج. هذاك الشيء اللي شفنا ديال المهداوي هذاك واحد الصورة جد 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 مصغرة على النتائج ديال التحكم. وكنساو بأننا الآن مع مواطنين في واحد المستوى ديال الوعي، مع شباب في واحد المستوى ديال الوعي، وكنظنوا بأننا باقي كنديروا واحد الأساليب اللي أكل عليها الزمان والشارب. معنا خاص تغيير في الإرادات، خاص تغيير في العقليات. نتمنى هذا الشيء ماشي نتمنى التحقق ديالو هكذا بالأماني المعسولة، ولكن نتمنى أن تتضافر الجهود كل من موقعه، يعني كل من موقعه وكل من مكانه، باش نكونوا بحال ناس آخرين. يعني المغاربة، يعني ملي كتشوف التضحيات ديال المغاربة من الاستقلال لهنا وقبل الاستقلال، التضحيات اللي كانت كثيرة جدا، فيستحقوا أنهم تم يعيشوا في واحد الوطن ما نقولش ما فيهش الفساد، يعني غنكونوا كنحلموا الا قلنا شي دولة ما فيهاش الفساد، ولكن ما يكونش الفساد بهذا الشكل اللي كنشوفوا، ما يكونش التحكم بهذا الشكل اللي كنشوفوا، يكون حرية، يكون عندك الرأي، يكون عندك الحق ديال التجمع، ما دمنا يعني ما كاينش حمل السلاح والناس سلميين والمصلحة الوطن وكذا، نخليو نفتحوا. مني كيكون داك التكميم واللي دوا تعتقلوا واللي دوا تقمعوا، هذا اش كيدل بانك ما تيقش في راسك، ما تيقش. لو كانت الثقة في راسك وثقة بأنك كذا ما كيدلش مثلا أن هناك واحد الوعي من مؤسسات الدولة أن هناك أطراف خارجية داخل الوطن كتحاول ما أمكن أنها تزعزع أشياء معينة. قلت هذا الشيء راه كاين، هذا الشيء كاين وغادي يكون، ولكن شنو هو الحصانة من هذا الشيء؟ شنو الحصانة؟ الوحدة الداخلية. هو الوحدة الداخلية، والوحدة الداخلية ماشي الوحدة القصرية، الوحدة اللي كتستوعب التعدد، كتفهم التعدد، الوحدة اللي كتكون في إطار الحوار، في إطار النقاش، بدون خطوط حمراء، بدون تخوين، بدون كذا. ولكن للأسف راه كنشوفوا في الواقع أننا مازال ما قطعناش مع هذا الشيء، ما قطعناش. واش واحد يقول الرأي ديالو تقول لي راك انفصالي ولا كذا، فبدل ما كتصنع ناس معاك كتصنع عداوات مجانية. صحيح. هو راه ما انفصالي ما والو، ولكن انت قلتي عليه انفصالي ودخلتيه للحبس راه ولا انفصالي، قلتي عليه خائن ودخلتيه للحبس راه ولا خائن. لا، فبالتالي هذا مراجعة خطاب التخوين. انا تنظن زعما مناشدة، يعني هاد الناس اللي في المسؤوليات ديال الحكم وكذا خاصنا ثقافة من بهذا النوع، خاصنا مبادئ من هذا النوع، ونعرفوا بأننا في 2025، يعني ماشي في زمن ما. لأن هذا الإقصاء والتهميش والمقاربة الانفرادية والتحكم في كل شيء وكذا، هذا راه يخسروا فيه الجميع، حتى هاد المسؤولين. وبالتالي خاص واحد النوع ديال الوعي ديال. أستاذي صراحة إجابات كانت مثرية للنقاش. هذا كيخليني نفتح واحد المحور حول المواضيع اللي كيعيشها المغرب حاليا، ورأي ديالكم بحكم أنكم أستاذ علوم سياسية والقانون الدستوري. اليوم كنشهدوا أستاذي الكريم فاجعة أسفي، هذه الفاجعة التي أخذت من الأرواح ما أخذت، وهنا نترحم على الأرواح وعلى الشهداء وعلى الأسر ديال الضحايا. أين الدولة؟ يعني تأخرنا، ربما حتى كانت هناك الاستجابة الملكية بخصوص هذا الملف الحساس. وهناك أنا صراحة عن نفسي وأشخاص عديدين كانوا كيتوقعوا واحد استجابة أخرى أكثر فعالية، خاصة في الساعات الأولى المرتبطة بفاجعة أسفي. نعم، في البداية رحم الله
الأموات اللي ماتوا هما راه كيف ما جاء في واحد الحديث نبوي بأنهم شهداء، يعني اللي كيمات غرقا شهداء رحمهم الله. ونطلبوا الله يشافي الناس المصابين والمكلومين. فعلا يعني يحز في النفس، يعني ما حدث في آسفي يحز في النفس. وما حدث في آسفي هو نتيجة لهادشي اللي كنا كنتكلموا عليه، ديال هاد المشاكل ديال الفساد والمشاكل ديال تهميش المناطق، واحد العدد ديال المناطق مهمشة، وكما قلت فساد وتهميش وإقصاء إلى آخره. ما يحز في النفس مثلا في آسفي هو أنه كانت دراسة قبل، ربما إذا ما خانتنيش الذاكرة كانت في 2018، تتحدث على هذاك المكان اللي طرا فيه المشكل. عجيب. وتحذر وتقول بأن الأمر خطير والأمر يتطلب تدخلا مستعجلا لحل المشكل، وراه ممكن في أي وقت يحصل. 2018. وهذا الدراسة للأسف الشديد ربما صرفت عليها الأموال، ولكن وضعت في الرفوف. علاش؟ لأن كاين واحد الاستهانة يعني بالمواطنين وبحقوق المواطنين وكذا. فإذا كانت شي حاجة طرات في آسفي هي أنها عرات لنا هذه المشاكل الكبيرة ديال التهميش وديال الفساد. أيضا شفنا يعني ما يحز في النفس ديك المشاهد اللي شفنا، يعني لساعات ما كاين لا ناس ديال الجماعات، لا ناس ديال السلطة، لا وسائل ديال الإنقاذ، لا شباب يتصارعون وكيجريوا وكذا، وكنشوفوا مرأة معلقة في الجدران. يعني هذا يحز في النفس كثيرا. وفعلا ذاك السؤال اللي طرحتي، أين الدولة؟ هذا سؤال، يعني هذا سؤال، لأن المفروض أننا نكونوا في واحد دولة المجتمع. يعني الدولة لما كنا كندوي على بريطانيا والمملكة المتحدة، الدولة هي في خدمة المجتمع. ولكن للأسف احنا يراد في المغرب للأسف الشديد، يعني هناك من يريد أن يكون مجتمع الدولة، بمعنى أن هناك من عنده مناصب في الدولة أو لا في انتخابات أو لا كذا، بالنسبة لي هو المجتمع، وبالنسبة لي كذا هو واحد المجال ديال الفرص وديال الانتهازية وديال تحقيق المآرب الشخصية والمصالح الضيقة وكذا. ولكن المصلحة العامة ومصلحة الوطنيين ومصلحة كذا، هذه ما عنده فيها سوق. ففعلا وهذاك الشيء اللي طرا في آسفي ما هو كما قلت إلا واحد الجزء، وإلا كاين مناطق أخرى مهمشة. كاين ثقافة سياسية، يعني المشكل ديال آسفي عرى لنا على واحد النوع ديال الثقافة السياسية، ثقافة ديال الانتظار. يعني احنا الآن في وقت ربما ولا بغينا نكونوا في المستوى ديال هاد الشباب ديالنا والجيل زيد وهاد الشباب، يعني احنا في وقت ديال ثقافة المبادرة، ثقافة ديال الإبداع، ثقافة ديال أنك كتحرك من الضمير ديالك ماشي كتسنى، كتبقى كتسنى الناس كيموتوا، كتسنى انت حتى يطرى شي حاجة وتيجي شي توجيهات وتجي شي تعليمات وتجي. ولكن هذه كما قلت ثقافة سياسية. يعني خاصنا كثير باش نقطعوا مع هادشي، خاصنا كثير على المجال، في المجال ديال التربية، في المجال ديال الثقافة، في المجال ديال فعلا دستور ديمقراطي أسس لواحد النوع ديال الديمقراطية. إذن خاصنا كثير. ولكن ما حدث فعلا يحز في النفس، يحز في النفس. نتمنى ما يتكررش هذا الشيء، لأن كنشوفوا الحمد لله يعني هذه الأمطار اللي كاينة، نطلبوا الله تكون أمطار ديال الخير وما يتكررش هذا الشيء، لأن كاين واحد العدد ديال المناطق حتى هي راه هشة بنفس الشيء. راه الله تعالى ساترنا، طلبوا الله تعالى يدوم علينا هذا الستر. أستاذي، آخر سؤال صراحة، تفضل. أنا أخذت من وقتك شيء كثير. تفضل. المغرب الآن ينظم كأس إفريقيا. نعم. وفي المقابل هناك إشادة كبيرة في البنية التحتية، في الملاعب، في طريقة التنظيم. واش التنظيم ديالنا للكأس إفريقيا يعتبر مكسب حقيقي أم كيبين ازدواجية معينة؟ شوف، هو النجاح في المجال ديال الرياضة ما يمكن إلا زعما نعتبروه شيء إيجابي ونعتز به. يعني يكون عندك مثلا نجاح في قطاع الرياضة، نعتز به، مهم جدا.
ونعرفوا بان المساهمين في هذا النجاح ماشي فقط هذوك الناس اللي كنشوفوا في التلفاز وكذا، راه كاين واحد العدد ديال الناس ديال جنود الخفاء اللي كلهم ساهموا في هذاك النجاح. هذا شيء ايجابي. ولكن الامر السلبي والامر الذي لا ينبغي ان يكون هو يكون عندك نجاح في الرياضه ويكون عندك فشل ذريع في قطاعات اخرى. بمعنى ما يكونش نفس الامر كيف ما في الرياضه كيف ما قطاعات اخرى. والقطاعات الاخرى احيانا كتكون قطاعات اللي ربما حيويه، واللي ربما قطاعات يعني اهم من الرياضه. مثلا قطاع الصحه وقطاع التعليم. انا دابا فاش كنت جاي عندك شفت في الترام دايرين واحد المغرب كله لاعب، دايرينها ولا شي عباره هكا. انا بغينا المغرب كله صحيح، المغرب كله متعلم، المغرب كله ساكن، المغرب كله متمتع بالحق ديالو في الابداء بالراي وحريه التعبير. هادشي اللي بغينا. يعني مزيان يكون قطاع الرياضه ناجح، ولكن خاص قطاعات اخرى. وما خاصناش نتعاملوا مع الرياضه ومع الكره ومع البهرجه ديال الكره ومع المتعه فعلا، لان كاين اللي كيتمتع بالكره وكذا، نتعاملوا معها وكانها واحد الوسيله ديال التمويه، واحد الوسيله ديال الالهاء. لا، هذيك رياضه مزيان كذا، ولكن خاصنا نلتفتوا للقطاعات الاخرى. والا فهاد الشيء اللي خلى مثلا الشباب ديال جيل زايد او لا خلى دوك الناس في اكادير يقولوا يعني ما بغيناش التيرانات، بغينا السبيطارات، ما بغيناش التيرانات، بغينا المدارس. وبالفعل اذا نجحوا في الرياضه مزيان. الرياضه كتحقق واحد عندها مجموعه من الامور حتى على السمعه ديال الدوله والمكانه ديال الدوله. كاين الان ما يسمى بالدبلوماسيه الرياضيه، يعني تعطيك واحد اشعاع مهم جدا مزيان، والله يجازيهم بخير هاد الناس اللي ساهموا في هذا الشيء. ولكن راه خاصنا حوايج اخرى ربما كما قلت راه بعض الاحيان عندها اولويات. الا كنا كنتكلموا على التنميه اللي هي مهم جدا، كنا كنتكلموا على الحكم الذاتي، قلنا شرط الديمقراطيه، كاين حتى شرط التنميه. شرط مهم جدا. وإلا شفنا التجارب ديال الدول في التنميه غنلقاو بان التنميه تقوم على ركيزتين اساسيتين: التعليم والصحه. ويمكن لك تشوف الواقع ديال التعليم وديال الصحه وتشوف. فحنا هاد جوج تركيزتين اللي هما مهمه في التنميه وكذا، راه كنشوفوا كاين فيهم تراجع وكاين فيهم اشكالات اللي كبيره جدا. الناس دابا كيتكلموا على النموذج التنموي، كندوي رجعوا للصحراء. نعم. النموذج التنموي اللي كان او المشروع التنموي اللي كان في الاقاليم الصحراويه ديال 2016 وكذا مهم. كانت بنيات الميناء الاطلسي الى اخره مهم جدا، ولكن المساله ماشي مساله بليات، ماشي مساله طرقان الطريق وكذا اللي ربما نقدروا نقولوا راه كاين مزيان، راه وسعوا الطريق، راه كذا في المغرب في بعض النواحي كذا. المساله هي مساله انسان. الانسان فين هو في هذا الشيء؟ اش من صحه عنده، اش من تعليم عنده، اش من ثقافه عنده، هذا شيء مهم جدا. اش من تربيه عنده، واش كنربيو على خدمه الصالح العام ولا كنربيو على انه حتى هو يمشي يترشح الانتخابات باش يكون فاسد في الانتخاب، وعاده نجيو في القوانين الانتخابيه خصنا نحاربوا الفساد الانتخابي حسنا كذا. فبالتالي هذا الانسان واللي هو اساس التنميه وهو المستهدف بالتنميه، يعني الامر كيتطلب واحد العدد ديال الامور على المستوى التربوي، المستوى السياسي، المستوى الدستوري، المستوى الثقافي الى اخره. فاذا كما قلت مزيان الرياضه، مزيان شيء مزيان، ولكن خاص الامور اخرى. وانطلاقا من هذه النقطه ديال الحاجه الى تنميه شامله، يعني تبدا بالانسان وتنتهي بالانسان. نعم. انه هو المحور. أستاذي كنشكركم على حضوركم، على إجابتكم، على تفاعلكم، على هذه الزوايا التي قدمتها لهذه الأسئلة البسيطة، والتي قدمت بإجاباتك زوايا جديدة تفتح التساؤل والبحث والفضول. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد قدمت إجابات للمشاهدين، وبهذا أتمنى للمشاهدين فرجة ممتعة، ونضرب موعدا معكم في الحلقة القادمة. فشكرا لكم وإلى اللقاء.